وعليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرين معكم ونقل مباريات دوري دوري نجوم العراق بنسخته الثانية لهذا الموسم 24-25. ملعب الرمادي يستضيف لقاء مهم ضمن مباريات الأسبوع ال25 من دورينا. القرمة صاحب الأرض والجمهور يلعب أمام الديالة الفريق مدينة البرتقال. ديربي خاص ما بين الفريقين، لقاء خاص وخاصة ذكرياته ترتبط في دوري الدرجة الممتازة الموسم الماضي في المباراة النهائية الذي ابتسمت لنادي الديالة، بينما طبعا القرمة في مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي. والآن مباراة الإياب نشاهد يامن الزلفاني مدرب نادي ديالة يبدأ تشكيلة اللقاء: وسام محمد في حراسة المرمى، مقتدى حسن، أيمن محمود، علي خالد، مصطفى مؤيد، حسين يونس، صديق جمال، أمين صفاقسي، أنس مالك، علي كريم، علام حيسن. هذه تشكيلة فريق ديالة. بينما تشكيلة فريق القرمة: محمد حميد في حراسة المرمى، محمود خضير، جيفرسون دوس سانتوس، ريشارد كاساغا، آلان كاو محي الدين، محمد مزر، شاب رزاق، يوسف أمورم، مؤمل عبد الرضا، محمد عدنان، وعلاء الدين الدالي. هذا هو أيمن صفاقسي لاعب نادي ديالة، اللاعب التونسي، طبعا طاقم تحكيم مؤلف من الحكم محمد صادق، ويساعده أول صفد صباح، وثاني مصطفى حكيم، وحكم رابع اياد زاحم، وحكام غرفة الفار محمد سلمان ورضا عباس. مباراة ليست سهلة على الفريقين، وبالتالي نتمنى أن نشاهد مباراة يستمتع فيها جماهيرنا ومتابعينا عبر قنوات شبكة العراقي، وبانتظار صافرة حكم اللقاء محمد صادق. أكيد ينتظر أن تكون الساعة 9:15. الآن وصلت الساعة 9:15. هل يعلن؟ نعم يعلن. ممتاز. هكذا لقطات، يعني هكذا أمور حتى يكون لها تأثير على مستوى تصنيف الدوري. وطبعا بداية هذا اللقاء: القرمة في الملابس البرتقالية والسراويل البيضاء، والديالة في الملابس البيضاء والسراويل البرتقالية. القرمة على يسار الشاشة وديالة على يمين الشاشة. الأسبوع ال25 من دورنا: جيفرسون إلى كاساغا الأوغندي، تلعب الكرة آلان محي الدين، تلعب الكرة، يحاول يوسف أمورا قائد منتخب النيجر، الكرة يحاول الآن عادة مصلحة نادي القرمة ملعب الرمادي. يعني أعتقد هذه المباراة الأقل حضورا جماهيري، نتكلم عن الحضور الجماهيري دائما ما نشاهد الملعب يعني كامل العدد، لكن اليوم نشاهد مقاعد فارغة. كرة الآن محمد مزهر يلعب الكرة هناك إلى دوحي، محمد عدنان، 1-2 جميل مع محمد مزهر، لكن طالت وقطعت الكرة وتترك إلى الخارج. ولقطة جميلة ما بين محمد مزهر والتونسي أيمن محمود، 28 سنة. هذا أحمد خلف مدرب نادي القرمة بعد غازي فهد. الفريقان طبعا تم تبديل المدرب. بالنسبة للديالة بدأ بصادق حنون، والآن يامن الزلفاني، وأيضا نفس الحال للقرمة، غازي فهد بدأ والآن أحمد خلف. كرة الآن أمارة، تمريرة خطيرة، والمحاولة يحاول الدالي، علاء الدين الدالي حاول بالكرة من أمام وسام محمد، لكن تعثر الدالي، ارتبك الدالي، ووسام محمد بخروج ناجح ومسك الكرة. أولى تهديدات فريق القرمة وجماهير القرمة أعلنت وأطلقت هاشتاج منذ بداية هذا الموسم: يلا قرمة، من أجل أن يكون فريق يعني إضافة، بالفعل إضافة للدوري. نتكلم عن القرمة بعد مرور 24 جولة، 34 نقطة في المركز الثامن، 9 انتصارات، 7 تعادلات و8 خسائر، سجل 30 هدف ودخل مرمى 22 هدف. بينما ديالة
في المركز قبل الأخير، يعني مركز بصراحة جماهير ديالا غير راضية تماما عن هذا المركز. يعني توقعوا أن يكون وضع الفريق أفضل، يحاول فريق ديالا يعني على الأقل أن يبتعد من هذا المركز ويلعب ملحق تفادي الهبوط. يعني نتكلم عن المركز 19 14 نقطة فقط، انتصارين وثمان تعادلات و13 هزيمة. سجل الفريق 18 هدف واستقبل 39 هدف. يعني فريق ديالا غير الكثير والعديد من اللاعبين. هذا مصطفى مؤيد الذي تم التعاقد معه من نفط البصرة في فترة الانتقالات الشتوية. أيضا على تكلم عن المهاجم علام حسين، أضاف إلى مقتدى حسن من الصناعات الكهربائية. يعني الكثير من اللاعبين تم التعاقد معهم من أجل تغيير الحال، من أجل تغيير النتائج. وأيضا بالنسبة لفريق القرمة أيضا تعاقد على المستوى الهجومي، يعني مع يوسف أمارة، علاء الدين الدالي، مؤمل عبد الرضا، من أجل أيضا تعزيز الفريق وتحقيق نتائج أفضل. مقتدى حسن قدم مباريات كبيرة مع الصناعة الكهربائية، يلعب الآن مع ديالا، لاعب 22 عام فقط مقتدى حسن، أو أقل من 22 عام. هناك ماذا؟ هناك رمية جانبية، اللاعب أيمن صفاقسي التونسي القادم من العربي الكويتي. هذا هو أيمن صفاقسي. وهناك أيمن محمود في فريق ديالا والثنائي التونسي. هنا الكرة، هل كان هناك خطأ أم لا على لاعب نادي القرمة؟ لكن الحكم المساعد يقول الخطأ لمصلحة نادي القرمة. جيفرسون دوس سانتوس يلعب الكرة الأمامية، لكن قطعت من أيمن محمود. هذا هو أيمن محمود اللاعب التونسي 28 عام. مشوار طويل لأيمن محمود، تجربة احترافية هنا في دوري نجوم العراق. تغيير اللعب من جيفرسون إلى اللاعب آلان محي الدين القادم من نادي أوسكينس السويدي. جيفرسون من جديد. محمد مزهر يحاول فريق القرمة بالاستحواذ بلعب الكرات القصيرة. 5 دقائق مرت وما زال التعادل السلبي. محمد مزهر، تمريرة إلى آلان، هل يصوب؟ تصويبة من آلان، مرت فوق العارضة. آلان محي الدين حاول مع هذه الكرة القادم من الدوري السويدي، هناك من بلاد الثلوج، وبدأ الحر هنا في العراق. آلان حاول التصويب لكن كرته علت العارضة. هذا هو آلان محي الدين مدافع يمين. أحمد خلف يعني يشاهد ويترقب، لكن أفضلية واضحة للقرمة خلال 5 دقائق الأولى التي مرت. شاهدنا محاولة علاء الدين الدالي، إلا أن هناك فريق ديالا يحاول فريق ديالا. صفاقسي يلعب الكرة، عادت إلى مقتدى حسن في المتابعة. مقتدى يمرر الكرة في وسط الملعب، تمريرات قصيرة لحسين يونس لمصلحة فريق ديالا. علي خالد، تمريرة هنا في جهة اليسار. مصطفى مؤيد يحاول المرور. مصطفى يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. هنا الرأسية والإبعاد من جيفرسون. يحاول فريق ديالا أن يضغط على لاعبي نادي القرمة. آلان محي الدين، شاب رزاق، تمريرات قصيرة إلى دوحي. محمد عدنان، آلان يلعب الكرة الأمامية، قطعت، عادت مصلحة نادي ديالا. أيضا كرة عالية أخرى من فريق القرمة، يحاول فريق القرمة في الأخير، وصلت لمصلحة حسين يونس، يلعبها بالهداوة بالسلامة لعلاء الدين الدالي، سبق واللعب هنا في الدوري العراقي مع نفط ميسان. كرة الآن يحاول من جهة اليمين. مقتدى تمريرة إلى أنس يحاول تمريرات القصيرة لمصلحة فريق ديالا. من جديد تمريرة أمامية من أيمن محمود، رأسية جيفرسون، شاب رزاق بالرأس إلى الكابتن والقائد محمد حميد بيده سريعا إلى آلان محي الدين. يحاول فريق القرمة أن يسجل هدف مبكر من أجل لخبطة أوراق ديالا، من أجل يجعل فريق ديالا تحت الضغط. لكن ديالا نشاهدها الآن بدأ يدخل أجواء اللقاء. مباراة مهمة ما بين ممثل محافظة ديالا وما بين ممثل محافظة الأنبار، أكيد، والمحافظتين معروفتان بالتشجيع الرياضي والمتابعة لفرقهما، ليس فقط على مستوى كرة القدم، حتى على
مستوى بقيه الالعاب، وخاصه نادي دياله زي فريق كره اليد يقدم مباريات كبيره هذا الموسم، يعني ضمن الاربعه الكبار في دوري كره اليد لغايه الجوله السادسه من المرحله الثانيه. فريق دياله اكيد يعني ارث كبير على مستوى الرياضه لهذه المحافظه الجميله، وايضا نفس الحال لمحافظه الانبار. دائما هاتين المحافظتين ينجبان لنا العديد من اللاعبين، ليس فقط على مستوى كره القدم، حتى على مستوى باقي الالعاب. دياله على مستوى كره اليد، والانبار على مستوى الكره الطائره. كل محافظه متخصصه بلعبه. كره الان علاء الدين يحاول استلام الكره، لكن لم يستلم الكره بصوره صحيحه الى الخارج. رميه جانبيه، رميه جانبيه مصلحه نادي دياله. مصطفى مؤيد، قطعت من شاب رزاق. شاب رزاق يحاول المرور، شاب عدى شاب، وهناك خطأ على شاب رزاق حسب إشارة الحكم المساعد الأول صفد صباح. نعم، خطأ على شاب رزاق. شاهدنا اللقطة، مسك الكرة بالقدم. نعم، خطأ يا شاب رزاق. تلعب الكرة، يحاول الآن، لكن كاساخا الأوغندي موجود في التغطية. قطع الكرة كاساخا، وهناك خطأ. خطأ لمصلحة محمد عدنان. محمد عدنان الملقب بدوحي. شاهد اللقطة المشتركة ما بين محمد عدنان ومقتدى حسن، وخطأ لمصلحة نادي القرمة. هذا هو محمد عدنان، فريق القرمة وفريق دياله، ولقاء ثالث ما بين الفريقين، مواجهتان سابقتان ما بين الفريقين. شاهد أحمد خلف، و طبعا نقاشات مستمرة. شاهد جماهير القرمة على طريقة الأيسلندية بالتشجيع. حلوة حلوة من جماهير القرمة. نعم، هذه الجماهير بصراحة، حتى الفريق عندما مر بأزمة نتائج شاهدنا الجماهير تقف خلف هذا الفريق، يعرفون تماما أن لا يريدون أكثر من بقائهم في دوري نجوم العراق لهذا الموسم وتأسيس فريق من أجل المواسم القادمة. وبالتالي الجماهير تعرف تماما يعني أهمية الدعم الجماهيري، يعني خاصة أتكلم عن جماهير القرمة، لا تريد أن تحمل الفريق أكثر من اللازم. وبالتالي فريق القرمة الآن يعني مركز ممتاز، أتكلم عن المركز الثامن في مشاركة أولى تاريخية لهذا الفريق، وبالتالي يطمحون هم للأفضل، ويطمحون ببناء فريق قوي جدا ينافس على لقب الدوري. وخاصة فريق القرمة يعني خلال 5 سنوات يصل إلى دوري نجوم العراق. بصراحة نسخة لايبزيج الألماني، نادي لايبزيج الألماني الذي وصل خلال 6 سنوات إلى دور البوندسليغا، والقرمة هنا في دوري نجوم العراق أيضا خلال 5 سنوات وصل إلى دوري نجوم العراق. وبالتالي يعني بصراحة يعني نحتاج إلى توثيق هذه القصة، قصة نجاح لنادي القرمة، بأنه انتقل من مرحلة إلى مرحلة، يعني بصراحة بخطوات كبيرة وخطوات فيها الثقة، يعني شيء يحسب للإدارة، للفريق، للاعبين، للاختيار. نعم، عمل إداري كبير لإدارة نادي القرمة من خلال الوصول إلى دور نجوم العراق، وأيضا عمل كبير آخر لإدارة نادي دياله من خلال العودة من جديد إلى دور نجوم العراق. لكن دياله في دور النجوم يعني نتائج غير جيدة، عسى أن تتحسن. هذا لسان حال جماهير دياله. من جديد الكرة لمصلحة نادي دياله. صديق جمال يلعب الكرة للخلف إلى وسام محمد، يلعب الكرة الأمامية بالرأس من مصطفى مؤيد. الكرة لم تخرج، ما زالت داخل الملعب. جيفرسون بالرأس إلى شاب رزاق، طالت على شاب، قطعت، عادت إلى مصطفى مؤيد. هنا التمريرة الأمامية، يحاول نادي دياله. حسين يونس عدى، مرر الكرة، لكن ممتاز محمود خضير تمركز وتوقع للكرة
وقطعها ولعب الكرة. آلان محي الدين، آلان يحاول، آلان مر، آلان انطلق، آلان عدى، آلان مرر الكرة، الآن يحاول فريق القرمة تمريرة من مؤمل عبد الرضا لآلان محي الدين، من جديد إلى مؤمل، طالت على مؤمل وقطعت من شهاب رزاق. مصطفى مؤيد، كرة مشتركة ما بين مصطفى وشهاب رزاق، الحكم يعطي مبدأ الفائدة، وصلت إلى الدولي، الدولي إلى أومورو، يحاول، قطعت الكرة، عادت من جديد لمصلحة نادي ديالا. الآن السرعة ما بين الفريقين، البحث عن الهجوم المرتد، انطلق يحاول حسين يونس، هنا التمريرة من جهة اليسار، لعب الكرة العالية وما زالت الكرة داخل الملعب لكن لا خرجت الكرة. صفاقسي لم يلحق بالكرة وذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي القرمة. هذا هو محمود خضير الذي يلعب اليوم في مدافع اليسار. يوسف أومورا الذي تألق مع منتخب النيجر هناك في تصفيات كأس العالم، تشيكينج ريد كارد، التأكد هل هناك بطاقة حمراء من قبل الفار بعد الكرة المشتركة ما بين مصطفى مؤيد وشهاب رزاق، وتحصل على بطاقة صفراء على ما يبدو في هذه اللقطة، بانتظار الإعادة للقطة المشتركة ما بين مصطفى مؤيد وشهاب رزاق. الحكم ما زال هنا اللقطة ما بين مصطفى مؤيد وشهاب رزاق. لا وجود للبطاقة الحمراء. كرة الآن عالية من لاعبي نادي القرمة، ركلة مرمى. 15 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي لغاية الآن، ومباراة الذهاب أيضا انتهت بالتعادل السلبي. هل نشاهد تعادل سلبي آخر في مباراة الإياب أم هناك أهداف؟ من سوف يكسر التعادلات السلبية سواء في مباراة الذهاب ولغاية الآن في مباراة الإياب؟ نتكلم عن مرور 15 دقيقة. وسام محمد على لعب الكرة العالية الطويلة، استلام الكرة من مقتدى من أيمن محمود خضير، تأية الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي القرمة، تلعب الكرة إلى الدالي، لكن هناك خطأ على الكابتن علي خالد، خطأ لمصلحة نادي القرمة. علي خالد يقول لا وجود للخطأ، لكن الحكم قريب جدا من اللقطة وبالتالي احتسب الخطأ. هنا الدخول من علي خالد حكم اللقاء، احتسب هناك دفع. هذه اليد اليسرى كانت، نعم اليد اليسرى كانت على ظهر الدالي، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي القرن. جيفرسون يلعب الكرة، مؤمل إلى جيفرسون من جديد. جيفرسون تمريرة عالية داخل منطقة الجزاء، علي خالد بالرأس وابعاد الكرة إلى رمية جانبية. يعني أيمن محمود وأيضا علي خالد قلبي الدفاع يعرفون خطورة علاء الدالي خاصة بالكرات العالية. هنا يحاول محمد عدنان تأية الكرة إلى آلان، إلى محمد عدنان من جديد، شهاب رزاق، تمريرات قصيرة لمصلحة فريق القرمة، من جديد القرمة، هنا لعب الكرة من محمد عدنان لكن قطعت عادت لمصلحة نادي القرمة. هنا علاء الدالي يحاول المرور لكن خطأ على علاء الدالي، نعم خطأ لمصلحة صديق جمال. وضع على الصورة يلعب كلاعب ثالث كقلب دفاع، قلبي الدفاع أيمن محمود وعلي خالد، إضافة إلى صديق جمال، وعلى الأطراف مقتدى حسن على اليمين ومصطفى مؤيد على اليسار. 5 مدافعين يلعب المدرب التونسي يامن الزلفاني، آخر تجربة كانت له مع الأولمبي الباجي هناك في تونس. كرة العالية من وسام محمد، جيفرسون بالرأس، يحاول صديق جمال إلى مصطفى مؤيد لكن قطعت من محمد مزهر إلى الخارج، رمية جانبية. هذا هو محمد مزهر هل يعاني من إصابة؟ يتأكد المعالج من سلامته.
هناك إصابة محمد صادق، يتأكد من سلامة محمد مسر بعد هذه اللقطة ما بين محمد مسر ومصطفى مؤيد. تدخلات قوية من مصطفى مؤيد، مرة أولى على شهاب رزاق ومرة ثانية على محمد مسر. لاعب يمتلك جانب بدني عالي. بالسلام لمحمد مسر، يتلقى الإسعافات الأولية. هل يتم استبداله؟ هل لديه إصابة سابقة؟ روح رياضية كبير من حسين يونس، يتأكد من سلامة محمد مسر. هل يتم استبداله؟ هل يستطيع إكمال اللقاء؟ لاعب مهم جدا لكتيبة أحمد خلف، سبق وأن لعب مع النجف ومع الشرطة، أيضا لعب مع المنتخب الأولمبي. لغاية الآن لماذا المباراة متوقفة؟ هل هناك عودة للفار في اللقطة؟ لقطة طبيعية جدا، يعني احتكاك ما بين اللاعبين، بالتالي لماذا التوقف؟ وجماهير القرمة التي لا تتوقف أبدا عن التشجيع والتصفيق والمؤازرة، بالرغم اليوم يعني الملعب لم يكتب. نعم، تبديل خروج محمد مسر ودخول من؟ دخول هيرنلسون كارمو. نعم، هيرنلسون ديو كارمو، نعم، اللاعب الانجولي بديلا لمحمد مسر. تبديل اضطراري. 28 سنة، لاعب منتخب انجولا، 46 مباراة دولية لهيرنلسون ديو كارمو. تلعب الكرة اومارو، شاب رزاق. تبديل اضطراري عند الدقيقة 20. خروج محمد مسر لا يستطيع إكمال هذا اللقاء. كاساغا، ريشارد، جيفرسون دوس سانتوس، 32 عام هذا البرازيلي، إلى هيرنلسون، محمود خضير، شاب رزاق. يحاول فريق القرمة هناك من جهة اليسار، والكرة طالت على محمود خضير إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي ديالا. أيمن محمود يلعب رمية جانبية بالراس، عادت لمصلحة نادي القرمة. يحاول كارمو، قاطع الكرة كارمو، لا جيفرسون، لا كاساغا من جديد. أكثر حيازة واستحواذ فريق القرمة. آلان، كاساغا من جديد لمصلحة نادي القرمة. شاب رزاق، تمريرة أمامية عالية باتجاه آلان إلى محمد عدنان يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء. هنا المحاولة والإبعاد من مقتدى. تغطية ممتازة من مقتدى خلف قلبي الدفاع من مقتدى حسن. إبعاد الكرة بالرأس إلى رمية جانبية، لعبت سريعا إلى محمود خضير أيضا كرة عالية. هنا الإبعاد من أيمن محمود، رأسية أخرى. يحاول فريق القرمة بالضغط على فريق ديالا من خلال الكرات العالية، الكرات المعكوسة داخل منطقة الجزاء، لكن لغاية الآن دفاعات ديالا بيقظة كبيرة. كاساغا إلى آلان إلى محمد عدنان السريع بالقرب من مصطفى مؤيد. ممتازة مصطفى مؤيد، لكن قطعت الكرة عادت من جديد. يحاول حسين يونس، تمريرة قصيرة قطعت، عادت إلى علاء الدين. يحاول محمد عدنان، لكن دخول قوي وابعاد الكرة ومحمد عدنان يطالب بالخطأ. دخول قوي كان من اللاعب الواضع بالصورة حسين يونس لاعب خط الوسط، دخل بقوة وأبعد الكرة. الركلة ركنية، نعم ركلة ركنية لمصلحة نادي القرمة. مؤمل عبد الرضا على تنفيذ هذه الركلة. مؤمل يلعب الركلة الركنية عالية داخل منطقة الجزاء، أقرب لها
أنس أمامية، مقتدى حسن يضغط على محمود خضير، لكن الكرة للخلف لمحمد حميد. محمد حميد من جديد لمصلحة نادي القرمة. كارمو، تمريرة هنا للجهة اليمين لآلان. آلان محي الدين، يعني شاهد تمريرات مؤمل عبد الرضا إلى هيرنلسون. هيرنلسون تمريرة لعمر. عمر البعيد جدا عن مستواه. عمر، هذا هو محمود خضير. صعد نادي القرمة، يحاول الآن محي الدين. والكرة طالت إلى الخارج، ركلة مرمى. وسام محمد يحاول الآن في وسط الملعب، تمريرة جميلة. يحاول الآن فريق ديالى، لكن قطعت الكرة، عادت مصلحة نادي القرمة. الآن محي الدين، تمريرة باتجاه علاء الدين، لكن ممتازة من صديق. ممتازة من صديق جمال في اللحظة المناسبة، قطع الكرة، عادت لمصلحة نادي ديالى. مصطفى مؤيد انطلق من جهة اليسار، متابع محمد عدنان. مصطفى ما زال يحتفظ بالكرة، يحاول المرور، أيضا يضغط عليه محمد عدنان، يلعبها الخلف حسين يونس. حسين يونس، تمريرات قصيرة وصلت إلى علي كريم. علي كريم، لكن تمريرة مقطوعة من جيفرسون، عادت مصلحة نادي القرمة. يحاول هنا المرور شهاب رزاق بمهارة كبيرة من أمام علي كريم، لكن يتحصل على خطأ. 25 دقيقة مرت أحبة المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين الفريقين، ما بين القرمة وديالى هنا في ملعب الرمادي ضمن مباريات الجولة 25 الذي انطلقت يوم أمس. تعادل ما بين الكربلاء والكرخ، والقاسم ينتصر على نوروز بهدف يتيم. وتستكمل مباريات هذه الجولة اليوم بلقاء المينا والنفط، القرمة وديالى، الطلبة والزوراء والنجف والحدود. وتختتم يوم غد ان شاء الله ما بين دهوك وزاخو والكهرباء واربيل والشرطه القوه جوي نفط البصره نفط ميسان. محاوله القرمه، لكن ايضا قطعت من علي كريم، يلعبها لمقتدى. مقتدى حسن مع الكره، لاعب نشط جدا من جهه اليمين، يعني اعتقد الموسم القادم يعني سوف ينتقل الى احد الانديه، يعني اعتقد الى احد الانديه الشماليه، عطفا على ادائه مع الصناعات الكهربائيه، والان مع ديالى يقدم مستويات ثابته. يعني اللاعب يشعرك بانه صاحب خبره، يعني بالرغم انه من يعني اتكلم عن لاعب ليس بذلك الكبير بالعمر، اقل من 22 عام، 21 عام فقط، وبالتالي يقدم مباريات كبيره. يوسف اومارا يلعب الكره لجيفرسون. جيفرسون تغيير اللعب هنا في جهه اليمين باتجاه الان. الان استلم الكره، يحاول الان يلعب الكره العاليه داخل منطقه والراسيه والابعاد من علي خالد ومصطفى مؤيد، ابعاد اخر. وصلت الكره الان لعلام حسن. علام حسن الغائب تماما خلال الدقائق التي مرت من الشوط الاول، وهناك الكره لامست الحكم، وبالتالي اسقاط كره للفريق الذي اخر من لمس الكره. يعني خلاص الامور ليس القانون كما كان في السابق، الحكم جزء من المباراة، لكن إحدى المباريات الكرة ارتطمت بحكم المباراة ودخلت هدف على أثرها. طبعا هناك في الفيفا اللجنة الخاصة بالقوانين التحكيمية درست هذه الحالة وارتأت إلى أن يكون الحكم ليس جزءا من اللعبة. عندما ترتطم الكرة بالحكم أو الحكم يلمس الكرة تكون هناك اسقاط كره. والان علاء الدين الدالي يحاول علاء الدين، لكن ابعاد الكره من صديق جمال
إلى ركلة ركنية، لا داعي لهذا الاعتراض المبالغ به من الحارس وسام محمد وأيضا من صديق جمال. حتى لو كان قرار الحكم غير سليم لا داعي لهذه المبالغة من ناحية الاعتراض بهذه الطريقة العصبية. هنا المحاولة، هل لمست إبعاد الكرة من صديق جمال؟ هل لمست الكرة بالعديد الدالي؟ لا لم تلمس. وركنية الآن مؤمل عبد الرضا المختص بهذه الكرات الثابتة. مؤمل يلعب الكرة العالية. هنا المحاولة والإبعاد من علي خالد، إبعاد آخر من أنس مالك، لكن إبعاد خاطئ كان عادت لمصلحة نادي ديالا. وهناك خطأ بعد الدخول قوي على مقتدى حسن، وبالتالي خطأ لمصلحة هذا اللاعب مقتدى حسن. أحمد خلف وجماهير نادي القرمة تطالب بركلة جزاء. الحكم يتكلم مع لاعبي نادي القرمة حول اللقطة الأخيرة، كانت هناك لمسة يد أم لا؟ لا وجود لمسة اليد. هنا اللقطة لمس اليد من علي كريم. شاهد من أكثر من زاوية. نعم هناك لمس للكرة باليد، لكن هل ترتقي إلى خطأ؟ هل ترتقي إلى ركلة جزاء؟ أكيد يعني هكذا الأمور هي تقديرية بالنسبة لحكم اللقاء. كاساغا، ريتشارد، قطعة الكرة من حسين يونس تمريرة أمامية باتجاه علام حسن يحاول داخل منطقة الجزاء، لكن قطعت من جيفرسون إلى ركلة ركنية. يحاول علام حسن المهاجم الخبرة، سبق أن لعب لنادي الكهرباء وأيضا لنادي القاسم. ركنية الآن لمصلحة نادي ديالا. ركنيتين للقرمة مقابل ركنية واحدة لديالا. أول ركنية لديالا. 30 دقيقة مرت، نصف ساعة من اللعب أحبتي المشاهدين. يحاول الآن فريق ديالا عن طريق الكرات الثابتة. هل هناك والكرة والإبعاد من دفاعات نادي القرمة عن طريق هذا البرازيلي جيفرسون. رمية جانبية، مصطفى مؤيد على لعب الرمية الجانبية. مصطفى يلعب الرمية الجانبية على طريقة الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء. هنا الإبعاد من كاساخا. أومارو بالراس، هيرنرسون إلى أومارو من جديد إلى آلان محي الدين يلعب الكرة العالية الأمامية باتجاه محمد عدنان من أمام صديق. محمد عدنان لعب الكرة للدالي، يحاول المرور، وصلت الكرة، يحاول الآن مؤمل عبد الرضا، لكن تغطية موجودة من صديق. مؤمل يلحق بالكرة قبل الخروج، خرجت الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي القرمة. لعبت سريعا، وهنا الإبعاد من مصطفى مؤيد إلى ركلة ركنية الآن لمصلحة نادي القرمة الذي يحاول أن يسجل هدف خلال هذه الدقائق. مؤمل عبد الرضا وركنية ثالثة لمصلحة نادي القرمة. مؤمل عبد الرضا واعتراض من طبعا دكة بدلاء نادي الديالة حول الرمية الجانبية. يعني تعترضون على رمية جانبية بصراحة يعني أكثر من علامة استفهام. وهنا الكرة في أحضان الحارس وسام محمد. يعني ده داعي للاعتراضات، يعني تكلم عن اعتراض على ركلة ركنية على رمية جانبية. يعني هكذا أمور لا نريد نشاهدها. هنا تمريرة لكن طويلة جدا على علام حسن، وصلت إلى محمد حميد. جيفرسون البرازيلي، كرة الآن محمود خضير يحاول فريق القرمة من جديد. كرة الآن
الان محي الدين، والكرة العالية داخل منطقة الجزاء وتصل سهلة للحارس وسام محمد. علي خالد يعاني من إصابة، الكابتن موسم سابع مع نادي ديالى، ابن البار لهذا الفريق، لم يتخلى عن الفريق بالرغم من العروض التي قدمت له إلا وأن وصل مع الفريق إلى دوري نجوم العراق، إلى دور الأضواء. السلام لعلي خالد بعد الكرة المشتركة مع علاء الدالي اللاعب السوري. السلام لعلي خالد والسلام للجميع الموجودين في ملعب الرمادي. هناك في محافظة الأنبار الحبيبة، هذه المحافظة الكبيرة، المحافظة الجميلة العاشقة للرياضة، رمية جانبية محمود خضير بروح رياضية يعيد الكرة إلى لاعبي نادي ديالى. نعم، أهم تكون الروح الرياضية موجودة. مقتدى حسن يلعب الكرة العالية طويلة باتجاه علاء حسن، قطعت من جيفرسون، عادت إلى كارمو يمرر كارمو لمحمود خضير، وصلت إلى هناك في جهة اليمين ممتازة مؤمل عبد الرضا، مؤمل يحاول المرور لكن قطعت الكرة من أيمن محمود إلى مقتدى كرة أمامية عادت بالرأس لمصلحة فريق القرمة بالعشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول. هل هناك هدف؟ هنا الكرة العالية وسهلة لوسام محمد. يعني طريقة لعب فريق القرمة واضحة تماما، لعب الكرات المعكوسة داخل منطقة الجزاء بوجود يوسف أمارة وعلاء الدالي، لكن جميع هذه الكرات أما لحارس المرمى أو للدفاعات فريق ديالى يعتمد على الهجمات المرتدة، عسى أن ينجح بهذا السلاح. هنا الكرة الآن حسين يونس يلعبها هناك في جهة اليمين، يحاول صفاقسي مع الكرة والمرور والتمرير، وهنا الكرة الخطيرة لكن استلام الكرة لم يكن بالصورة الصحيحة. يضغط الآن فريق ديالى لكن قطعت من أومورو، يحاول فريق القرمة على الهجوم المرتد لكن تعطيل للهجمة من لاعبي نادي ديالى. هذا هو يوسف أومورو قائد منتخب النيجر، إضافة كبيرة لنادي القرمة. يوسف أومورو مشوار طويل لعبه مع النادي الملعب التونسي، الترجي التونسي، الاتحاد المنستيري، مولودية وجدة المغربي، سان بيدرو الإيفواري، وآسفان من النيجر. مشوار طويل لهذا الأومارو. طبعا الترانسفير ماركت عقده $1,000,000 اللاعب الأغلى في دورينا. تلعب الكرة من دوحي لكن مرت ووصلت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق ديالى. يامن الزلفاني والتوجيهات المستمرة للاعبي الفريقان في المباراة السابقة، مباريات جولة 24. بالنسبة لنادي القرمة تعادل سلبيا هنا في هذا الملعب أمام نفط البصرة، وديالى تعادل إيجابي مع الكهرباء في العاصمة بغداد، هدف مقابل هدف. في الوسط تلعب الكرة صديق جمال، ماذا تفعل؟ كاد أن يخطأ صديق جمال وهو يخطأ بالتمرير إلى الخارج، إلى رمية جانبية. الآن مع محمد عدنان، الآن محي الدين، الآن تمريرة باتجاه الدالي بالقرب من صديق، ممتازة من صديق، قاطع الكرة لكن خطأ لصديق جمال بعد الكرة المشتركة مع الدالي الذي يقول لا وجود للخطأ يا سيد الحكم، لكن الحكم قريب جدا. هنا الدالي والكرة مع صديق جمال. شوط أول لغاية الآن للنسيان، شوط أول لم نشاهد فيه الهجمات الخطيرة، الفرص المحققة للتسجيل. نعم كانت هناك محاولات لكن لم ترتقي إلى فرص محققة للتسجيل
سواء لا للقرمة صاحب الأرض والجمهور أو للفريق الضيف ديالا. كرة الآن يحاول تلعب الكرة العالية من هيرنلسون. كارمو قطعت الكرة وهناك خطأ لمصلحة فريق ديالا. علي كريم يطلب الهدوء من اللاعبين. هذا الخطأ على شاب رزاق فرحان. تلعب الكرة علي خالد. أيمن محمود إلى اللاعب الحارس وسام محمد يلعب الكرة العالية أقرب إلى محمود خضير. يترك الكرة الحارس محمد حميد يمرر الكرة إلى كاساخا. ريتشارد كاساخا الأوغندي يحاول يتقدم للأمام. يلعب الكرة إلى محمد عدنان لآلان محي الدين. تمريرة جميلة وصلت إلى مصطفى مؤيد وهناك خطأ لمصلحة نادي ديالا بعد خطأ على اللاعب آلان محي الدين مدافع يمين فريق القرمة الواضح على الصورة القادم من الدوري السويدي تحديدا من نادي أوسكنس السويدي. شاهد الخطأ علي كريم على لعب الخطأ، لكن هناك طبعا بالسلام لوسام محمد الذي يعاني من إصابة. حارس المرمى نادي ديالا. وكلام ما بين آلان محي الدين ومصطفى مؤيد والحكم محمد صادق يتكلم مع علي خالد. أكثر من مرة شاهدنا لاعبي نادي ديالا وأيضا لاعب محمد مسر من نادي القرمة. طبعا تلقى العلاج هنا داخل الملعب. بالتالي هذه التوقفات تؤثر على سير المباراة وخاصة المباراة يعني ليس بذلك المستوى الفني الكبير، لا توجد فيها فرص محققة. يعني أجمل ما شيء في الشوط الأول هي هذه الجماهير التي تؤازر وتطرب تطرب السامعين. وهنا مصطفى جاسم يجري عملية الإحماء في حال عدم استطاعة وسام محمد إكمال هذا اللقاء. حارس مرمى مصطفى جاسم القادم من نادي القاسم. السلام لوسام محمد أقل من 5 دقائق على نهاية 45 دقيقة. خطأ الآن لمصلحة نادي ديالا. خطأ صديق جمال على لعب الخطأ مصلحة نادي ديالا. مسافة بعيدة جدا. صديق يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء. هنا الرأسية من جيفرسون. مقتدى يحاول مع الكرة ويلعب العرضية لكن اصطدت بمؤمل عبد الرضا وذهبت مقتدى بلعب الكرة واصطدت بمؤمل الوضع على الصورة إلى الخارج ركنية لمصلحة نادي ديالا. هل هناك هدف في هذه الدقائق الحرجة من الشوط الأول؟ ركنية الآن لمصلحة نادي نادي ديالا. من على التنفيذ. ركنية الآن لمصلحة نادي ديالا. هناك من الجهة البعيدة تلعب قصيرة. مصطفى مؤيد يهيئ الكرة تلعب هنا سين يونس تصويبة ومحمد حميد ممتازة. كرة جميلة من لاعبي نادي ديالا. شاهد كيفية تناقل الكرات عن طريق الركلة الركنية. وصلت لحسين يونس الذي سدد الكرة لكن محمد حميد بخبرة السنين مسك الكرة وأيضا كان متمركز في مكان سليم جدا. محمد حميد الكرة الأخطر في الشوط الأول كانت لمصلحة نادي ديالا بعد ركلة ركنية لعبت بصورة جميلة جدا. كرة الآن محي الدين إلى
مؤمل يلعب الكرة صعبة جدا على محمد عدنان، وصلت إلى الخارج، ركلة مرمى. حاول مؤمل عبد الرضا بيلعب الكرة لمحمد عدنان لكن صعبة جدا إلى الخارج، ركلة مرمى. هذا هو كارمو هيرنلسون دو كاربو. وأيضا سقوط لاعب آخر من نادي ديالى، مقتدى حسن على ما يبدو، اللاعب مقتدى، نعم. سقوط آخر من لاعبي نادي ديالى، شاهدنا علي خالد وأيضا وسام محمد، والآن مقتدى بعد الكرة المشتركة مع حسين يونس. السلام لمقتدى والسلام لجميع الموجودين في ملعب الرمادي. مؤمل عبد الرضا سبق واللعب مع نادي استقلال خوزستان الإيراني، وأيضا لعب هنا في الدوري مع الزوراء، مع الطلبة، مع أمانة بغداد. تلعب الكرة العالية هنا بالرأس إلى الخارج من شهاب رزاق، رمية جانبية. تلعب من أيمن محمود، قطعت، عادت لمصلحة نادي القرمة، أقرب لها صديق جمال لعب الكرة الأمامية أيضا خاطئة. كرات مقطوعة وخاطئة من قبل الفريقين. إلى آلان محي الدين، خلاص دخلنا الدقيقة الأخيرة، الدقيقة رقم 45. كم سوف يضيف حكم اللقاء على أحداث الشوط الأول؟ جيفرسون إلى هيرنلسون، كارمو هناك إلى محمود خضير، إلى جيفرسون من جديد. جيفرسون اللي يلعب الكرة العالية باتجاه محمد عدنان، مصطفى مؤيد بالراس، عادت إلى كارمو يحول لنقولي مع آلان محي الدين، لا وجود للخطأ، حكم المساعد قريب. قطعة الكرة المتابعة موجودة من قبل فريق القرمة، ورا التمريرة والمحاولة على الدالي، يهيئ كرة، البحث عن تصويب لكن قطعت. يوسف أومورو يبحث عن زاوية التصويب، أومورو يضغط القرمة، يهيئ الكرة لكن وصلت إلى كاساخا يلعبها إلى آلان محي الدين، يحاول الآن مؤمل عبد الرضا مع صديق جمال، وفي الأخير الكرة ذهبت إلى الخارج، ركلة مرمى. خلاص 45 دقيقة انتهت. كم سوف يضيف حكم اللقاء؟ وهنا طبعا الكابتن وسام مساعد أحمد خلف، شاهدنا اللقطة ما بين دالي وأيمن محمود. هل هناك عودة للفار بعد هذه اللقطة المشتركة ما بين التونسي والسوري؟ لقاء عربي هنا في ملعب الرمادي بانتظار، نعم، عودة إلى الفار. هل يعود بنفس الحكم محمد صادق من أجل طبعا التأكد من اللقطة بنفسه؟ هل تستحق ركلة جزاء؟ هل هناك خطأ على التونسي أيمن محمود؟ ويطلب من وسام محمد عدم لعب الكرة. محمد صادق ما زال يستمع إلى حكام غرفة الفار، محمد سلمان ورضا عباس. هل يذهب بنفسه من أجل مشاهدة اللقطة؟ الكل تترقب، الكل تنتظر. لا وجود لشيء، نعم لا وجود لشيء، لا وجود للخطأ، وبالتالي يطلب استئناف اللقاء. كم سوف يضيف هنا اللقطة والكرة المشتركة ما بين أيمن محمود وعلاء الدالي. كم سوف يتم إضافة كرة الآن، كرة العالم من وسام محمد، راسية علام حسن، يحاول الآن أنس أو هذا صفاقسي مع الكرة، تمرير مصطفى مؤيد، وهناك خطأ لمصلحة مصطفى مؤيد. 3 دقائق كوقت محتسب على أحداث الشوط الأول. مصطفى مؤيد والدخول كان من هيرنلسون كارمو، لاعب الأنغولي 28 عام، لاعب منتخب أنغولا. خطأ الآن، صديق جمال على لعب الخطأ، صديق يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية والإبعاد،
عادت لحسين يونس، سقط حسين يونس وأخذ الكرة، لعبت الكرة هناك من جهة اليسار، البحث عن الهجوم المرتد، تغيير اللعب تماما هنا لجهة اليمين، وصلت إلى دوحي ليالان، لكن أقرب لها مصطفى مؤيد يلعب الكرة، وصلت إلى صفاقسي، يحاول الآن أيمن صفاقسي، تمريرة إلى علام حسن يحتفظ بالكرة، وهنا قطعة الكرة. أكيد الكثرة تغلب الشجاعة والمهارة. يوسف أومارو يلعب الكرة باتجاه على الدالي، لكن ممتازة من صديق جمال، يقدم شوط أول كبير جدا هذا المدافع صديق جمال، قاطع العديد من الكرات. علي خالد ابعاد للكرة، يحاول الآن صفاقسي مع الكرة، أيمن صفاقسي، مرور والتمرير الآن، البحث الآن عن حسين يونس ما زال يحتفظ بالكرة، يمرر إلى علام حيسن بيقرب من مصطفى، نعم يلعب لمصطفى مؤيد، هل يصوب؟ تصويبة مصطفى مؤيد، أين هذه التصويبة يا مصطفى مؤيد؟ بعيدة تماما. يعني اللاعب الغير مستقر لماذا يصوب من وضع غير مستقر، وبالتالي تصويبته ذهبت باتجاه الرمية الجانبية حتى لم تكن ركلة مرمى. محمد صادق أحبة المشاهدين يعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. لا تذهبوا بعيد، الاستراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا. ينطلق كرار، ممكن المهارة من كرار، حاول يسدد هيليو والضغط على كرار، ينتظر كرار، يهيئ داخل منطقة الجزاء حميد الطائي، ممكن الميناء داخل منطقة جزاء أربيل، يلا يا حميد داخل منطقة الجزاء، كرار جعفر يفعلها ويسجل، الميناء، السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل، الميناء يسجل في مرمى أربيل، بهدف جميل عن طريق الصغير الماكر كرار جعفر، يسجل في مرمى أربيل بهدف قاتل فعلها الميناء، فعلتها السفانة في هذه اللحظات بهدف عن طريق كرار. لاحظ الإعادة، لاحظ حميد الطائي مرر كرة جميلة لكرار غير متسلل كرار، ويضعها على يمين حارس المرمى دولوفان مهدي، يسجل الآن فريق الميناء عن طريق كرار جعفر هدف جميل في مرمى أربيل، ليعلن عن هدف قاتل في هذه اللحظات. تلعب عالية، لفة ممتازة في منطقة الجزاء، متابعة، الله، جول للكناري، جول للكرخ، وجعفر وسط الأمطار يسبح في استاد الكرخ، يسبح في استاد الساحر، أحمد راضي وجعفر عبيس يطوف يغوص، يحاول يسجل، وكور يحيي كرة ذاهبة إلى خارج أرضية الملعب، ولكنهم الكرخ، ولكنهم الكناري، ولكنهم في وجع أوطائهم. تجد الشباب حاضرة، هذه كرة من يونس غني أرسلت من دون أوفسايد، الأولى لعبت، الثانية وصلت، والمحاولة في الجول، الهدف شرعي، الهدف من غير أوفسايد، لا أوفسايد، نو أوفسايد، والكرة في المرمى، رأسية أولى، متابعة ثانية، والكرة بالمباشر في الجول. هذه رأسية عمر، وصلت إلى من؟ وصلت إلى بنيامين، الكور إلى جعفر، والكرة وهدف أول، وإيقاف المتصدر مهما قد يفعلها عبد الجبار. من جانب لاعبي زاخو تترك الآن إلى من؟ إلى أحمد ياسين. أين ناصر؟ هذا ناصر محمد، الله، اليماني يحضر الآن، يعيد زاخو إلى التعادل، المتصدر لا يتعثر، لا يخسر، يعود إلى المباراة
بصدمة كبيرة في الكرخ، بصدمة كبيرة. هنا جمهور زاخو، هنا الانفعال، هنا هستيريا في المدرج، هنا عودة أبناء الخابور. لاحظ الكرة وصلت عالية من دون أوفسايد، تركت لمن؟ تركت للأسود. هذا الأسود وضع الكلمة، أثر الصندوق موجود، أثر الصندوق الأسود موجود، حاضر في أرضية الملعب. لذلك الهدف قادم والهدف أتى. وصلت إلى ناصر، كنترول عالمي، قراءة رائعة، وشاكر يتفرج. هذا الكنترول سوبر من ناصر، وتسديد سوبر، وسوبر ناصر يعيد زاخو إلى المباراة، يعيد زاخو إلى التعادل. أبناء الخابور عن طريق السوبر ناصر محمدو. العراق بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك بنقلة تمريرة، وصلت الآن جول. هذا هو التقدم، وهذا هو الهدف الأول. انتظروا كثيرا، ومنتظر عادل الذي لا يطيق الانتظار جاء بهدف للكهرباء، وعادت الكهرباء لتشعل أجواء المباراة، لتضيع المباراة وملعب المباراة بهدف من الشقيق الأصغر إلى الشقيق الأكبر. هناك الأسيست كان من عباس عادل لأحمد عايد، شاهد عايد لمنتظر عادل، والهدف الأول الصناعة من أبناء عادل لأحمد عايد، ومنتظر عادل وضعها في المرمى. أعطني اللقطة الأولى من عباس عادل لأحمد عايد، وصلت لأقدام منتظر عادل ليسجل ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي الكهرباء بهدف أول. نعم، بالهدف الأول بسرعة البرق أضعها وأسكنها الشباك. الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة. هذه كرة بالراس تتخلص وتعود هناك بنقلة مضت بوسط ملعب المباراة عند اللاعب وولغا رونالد بهذه الكرة لتعود هناك بنقلة، لا بتصويبة مضت ممكن التعادل. جول! يأتي هدف التعادل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا للكتيبة البرتغالية. تعدلت الأمور، تعدل المزاج البرتغالي لديالا لمدينة البرتغال. يأتي هدف التعادل من البديل. هذا المرور كانوا يظنون بأنها تسلل، لكن لويس بهاما لن يقف مكتوف الأيدي ويتحرك بسلاسة ليعدل الأمور لمصلحة نادي ديالا ويسجل هدف التعادل بالمباراة في الوقت القاتل. يأتي هدف التعادل عن طريق البديل، لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا. هي مباراة بكل تأكيد يعني مباراة صعبة على الزوراء، ولكنها ليست مستحيلة، وصعبة على النجف ولكنها ليست الله ليست مستحيلة، ليست مستحيلة على الزوراء، ليست مستحيلة على النوارس. جول! سجل الزوراء. إنها أيام العودة يا زعيم، إنها أيام العودة يا زعيم. العودة والحنين إلى الماضي أمر حتمي، أمر حتمي. عودة الزعامة، عودة الزعامة، عودة السيادة يا سادة. اي نعم، اي نعم، اي والله، اي والله، بهكذا طريقة، بهكذا طريقة. الله 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 على الهدف الجميل. يوه يوه. أرضية الملعب إبراهيم توميو يحاول أن يمر، بعد ذلك الكرة فيها عودة وسرهان. حكم المباراة صفر أو لا، صفر أو لا، صفر ربما أو جول ثاني.
جول ثاني يحتسب لمصلحة الزوراء. سرهنج محسن في اللقطة الماضية، والكرة مرت إلى داخل الشباك ليتقدم الزوراء. يحتسب الهدف. اللاعب والعودة لحارس المرمى، وبعد ذلك حارس المرمى اللي كان يعني يحاول ابعاد الكرة. شوف الإعادة، ابعاد خاطئ كلف الفريق هدف ثاني، يكلف الفريق هدف ثاني لمصلحة الزوراء. شوف الكرة، هذه الكرة اللي نقول عنها غدارة. باز علي يتقدم، علي سدد، جول الله. سجل النجف، قوية في قلب المرمى، قوية في وسط المرمى. كرة ملعوبة لشريف، عالية الكرة ترسل للأمام، والضربة الرأسية والمحاولة مستمرة. الله، ظهر التنزاني سايمون مسوفا سجل للطلبة. يتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة بكرة يسارية في وسط المرمى ليتقدم الطلبة. سجل الطلبة أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. سايمون مسوفا صاحب الأهداف الأربعة يسجل هدف الخامس من خلال هذا الموسم، وبالتالي هدف مقابل لا شيء عن طريق التنزاني سايمون مسوفا. شوف الكرة بدأت من شريف أرسل الكرة عالية، وبعد ذلك لؤي الهاني، ومن ثم مرت على لاوندي، ولكنها ما مرت على الأسمراني، ما مرت على الأفريقي، ما مرت على التنزاني، ما مرت على سايمون، ما مرت على مسافة، وبالتالي يتقدم بأول الأهداف للأنيق للطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن. 5 دقائق. هنا الكرة تخطف من قبل مهدي كامل، مهدي تقدم، مهدي تمريرة، سايمون للثاني، الله، جول ثاني، هدف ثاني لأنيق العاصمة، هدف ثاني لأنيق العاصمة. إنها العودة التي ستكون أقوى بلا شك. انتظروا عودتي بعد الغياب. نحن فريق الأمس واليوم وغدا. نعم، هكذا هي العودة، وهكذا هي المباراة، وهكذا هي الأهداف سجلت. وهنا هدف قاتل للمرة الثانية. يظهر لنا الأسمراني، يظهر لنا التنزاني ليسجل ثاني الأهداف. سايمون مسوفا، وسايمون يسجل 6 أهدافه من خلال هذا الموسم. شوف سايمون يحتفل بهذه الطريقة. 0-0. هنا محاولة، محمود يحاول يعدي، يبحث عن كرة عرضية، وهذا علاء بالروس، جول لأومارو، رأسية جميلة لصقور الغربية، ارتقاء جميل ورائع ليوسف أومارو اللي يسجل أول أهداف المباراة. فرحة الجماهير وفرحة السيد أحمد خلف بهدف ولا أروع لهذا اللاعب يوسف أومارو بعدما سجل في مرمى القوة الجوية ونوروز. ها هو يسجل الآن في مرمى الحدود. هدف رائع جدا، هدف جميل. شوفها بالإعادة، علاء الدين، كرة عرضية رأسية، يا سلام يا سلام. شوف علاء وضعها على رأسه، وبالتالي خلاها في الشباك ليسجل أول أهداف المباراة.
واحد القرمة لا شيء الحدود. نعم بهذه اللقطة بهذا الارتقاء للأسمراني يسجل يوسف أومارو. محاولة الانطلاقة لمصلحتي على ينقل له كرة يبحث عن المنطلق. هذه خطيرة هذه خطيرة. محمود يا سلام. هذا البديل هذا اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. نعم محمد عدنان دوحي يسجل لمصلحة القرمة ثاني الأهداف. وهذه فرحة دوحي وفرحة الجماهير بعدما سجل في مرمى الشرطة وكذلك الحدود ونفط البصرة والميناء. يسجل الهدف الخامس الشخصي له وثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. هدف رائع جدا. شوف الخطأ الدفاعي بعد ذلك خطفها وضعها في الشباك. صعبة على حيدر باسم. يسجل ثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. ذيل لا شيء. محمد عدنان يبدو اللاعب البديل. تغيير اللي أجراء السيد أحمد خلف في فترة الاستراحة وبالتالي يضاعف نتيجة اللقاء. محمد عدنان السيد أحمد خلف. كرة تعود البرازيلي جيفرسون ينقل له كرة لإشهاب يتقدم حاول يعدي يمر ينقلها لمحمد عدنان دوحي. أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مجددا وأحداث الشوط الثاني من مباراة ناديي القرمة والديالى بعدما تركنا الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، عسى أن يتغير الحال في الشوط الثاني وتقديم مباراة أفضل، وخاصة على مستوى الفرص وعلى مستوى أيضا الأهداف. يعني خاصة الشوط الأول لم نشاهد فيه تلك الفرص الكبيرة والكثيرة المحققة للتسجيل، فقط فرصة واحدة لحسين يونس من ديالى وبعدها لم نشاهد أي فرصة. يحاول الآن في بداية هذا اللقاء عدم وجود تغييرات، نفس التشكيلة التي أنهت الشوط الأول. تبدأ الشوط الثاني. هنا التمرير المحاولة للابعاد من مصطفى مؤيد. رمية جانبية لمصلحة نادي القرمة بنفس الأسماء: محمد حميد، محمود خضير، جيفرسون دوس سانتوس، ريتشارد كاساغا، شاب رزاق، محمد مزهر، آلان محي الدين، مؤمل عبد الرضا، محمد عدنان، يوسف عمر، علاء الدين الدالي. بتشكيلة المدرب أحمد خلف، بينما تشكيلة المدرب يامن الزلفاني التونسي، وسام محمد، ومقتدى حسن، ايمن محمود، علي خالد، مصطفى مؤيد، صديق جمال، ايمن صفقسي، حسين يونس، انس مالك، علي كريم، علام حيسن. تلعب الكرة من وسام محمد، بس الاسماء عدل التغيير طبعا. محمد مزهر خرج في الدقيقة 20 من الشوط الاول ودخول اللاعب
هيلمسون كارمو الأنغولي بالنسبة لفريق القرمة، تغيير اضطراري. الكرة الآن يحاول الآن والإبعاد، إبعاد في اللحظة المناسبة، عادت قطعة الكرة، عادت لعلاء الدين الدالي إلى أومورو، قطعة الكرة من جديد. يحاول الآن من جهة اليسار محمود خضير، تلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء، هنا رأسية أومورو ومصطفى مؤيد موجود في التغطية وركلة مرمى. هنا اللقطة محمود خضير، السلامة لعلي كريم، مقتدى حسن منتقل من الصناعات الكهربائية. محمد صادق حكم هذا اللقاء طبعا، مساعد صفة صباح ومصطفى حكيم، والحكم الرابع اياد زاحم. وسام محمد يلعب الكرة عالية وطويلة، هنا الرأسية شاب رزاق أمامية، تلعب الآن الكرة لمصلحة نادي ديالي، هناك من جهة اليسار يحاول المرور وهناك خطأ، هناك خطأ ولا داعي لهذه اللقطة يا حسين يونس، وبطاقة صفراء. شاهدنا اللقطة، مر حسين يونس، وهنا اللقطة طبعا ما بين آلان محي الدين وحسين يونس، شاهد آلان محي الدين، لا داعي لهذه اللقطة الزائدة بعد صافرة الحكم، وهنا خطأ قريب جدا من منطقة الجزاء. خطأ الآن مصلحة نادي دالة، اللعب الكرة العالية عالية إلى الخارج، ركلة مرمى. ركلة مرمى، يا من الزلفاني غير راضي تماما على تنفيذ هذا الخطأ. رمية جانبية، قطعت من علي خالد براس في وسط الملعب، الكرة الآن هنا من جهة اليمين، محاولة المرور، يحاول الآن داخل منطقة الجزاء وهناك ركلة مرمى. نعم ركلة مرمى، محمود خضير مع مقتدى حسن. ركلة مرمى، شاهد هنا اللقطة ما بين مقتدى ومحمود خضير، اشتراك واحتكاك. محمود خضير تلعب الكرة الأمامية، محمود خضير من جديد، تمريرة أمامية عالية الكرة، وصلت سهلة وسام محمد،
كرة عالية، كرة الآن داخل المنطقة، كرة الخطيرة المحاولة. الله 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 الله، محمد حميد ابعاد وإنقاذ بفدائية كبيرة. محمد حميد يتألق لهذا الحارس الخبير محمد حميد الذي مثل جميع منتخباتنا الوطنية من منتخب الشباب إلى الأولمبي إلى الوطني، وبالتالي ينقذ هذه الكرة. كرة هدف محقق، كرة هدف محقق. شاهد تمرير، لا وجود للتسلل، لا وجود للتسلل. هنا المحاولة، لكن الله على محمد حميد كيف انقض على الكرة من أمام حسين يونس وأبعد. كرة هدف محقق. الله 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 الله، محمد حميد ساسوكي ينقض بهذه الصورة الجميلة وإبعاد للكرة وهو يتعرض للإصابة. نعم كان دخول وبالتالي يتعرض للإصابة بعد هذا الإنقاذ الكبير. إنقاذ كبير من محمد حميد، أكيد يعني حارس خبرة، إضافة لنادي القرمة. يعني نادي القرمة تعاقداته محسوبة، نعم تعاقداته محسوبة مع اللاعبين، نعم يعني بدقة كبيرة هذه التعاقدات. وأحمد خلف يعني يوجه اللاعبين، أكيد يوجه الخط الدفاعي بعدما تم ضربة بهذه الكرة خلف المدافعين، لكن محمد حميد صمام الأمان في هذه الكرة الذي أبعدها. شاهد ومن ثم كان احتكاك مع اللاعب حسين يونس. بالسلامة لمحمد حميد، لكن انقاذ هدف محقق. ديالا يلعب بواقعية كبيرة. هنا تبديل، خروج علي كريم ودخول اللاعب مرتضى حسن بديلا لعلي كريم. أولى تغييرات الزلفاني التونسي يبحث عن على ما يبدو تغيير اضطراري في العشر دقائق الأولى من الشوط الثاني، وبالتالي خروج علي كريم ودخول مرتضى حسن. أولى تغييرات يامن الزلفاني المدرب التونسي. بالسلامة لعلي كريم الذي يخرج الآن. جيفرسون يلعب الكرة لمحمود خضير. تمريرة أمامية إلى الدالي. هل نشاهد هناك أهداف خلال الشوط الثاني؟ الدالي مع مؤمل عبد الرضا يحاول، لكن مرت وذهبت إلى الخارج وركلة مرمى. لا داعي للاعتراض يا علاء الدالي، لا داعي للاعتراض. الحكم قريب خلاص احتسب القرار أنه ركلة مرمى ولا داعي لهذا الاعتراض. يجب أن نتخلص من ثقافة الاعتراض على قرارات الحكم، يعني سواء لاعبين مدربين إداريين، يجب يعني لا داعي، يعني هناك مبالغة. أنت لاعب محترف ولا داعي لهذا صيحات لهكذا صرخات مستواك. وهنا مقتدى حسن حاول لعب الكرة، لكن هناك خطأ لمصلحة نادي القرمة. محمود خضير 10 دقائق أولى مرت من الشوط الثاني، 55 دقيقة من المباراة والتعادل السلبي لغاية الآن نفس نتيجة الذهاب، والفريقان أتيا من تعادل. القرمة مع نفط البصرة أيضا تعادل سلبي، وديالا تعادل إيجابي من الكهرباء. يحاول جيفرسون دوس سانتوس يلعب الكرة 1-2. محمود خضير ومؤمل، والكرة طالت على محمود خضير وذهبت إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة فريق ديال. تلعب من التونسي أيمن محمود. مؤمل عبد الرضا قطع الكرة، تمريرة لأومارا الذي سجل هدف في مرمى أسود الأطلس في تصفيات كأس العالم. محمود خضير يلعب الكرة إلى الدالي، علاء الدين الدالي يحاول المرور من أمام أيمن محمود. الكرة ما زالت داخل الملعب، لكن الآن خرجت. مقتدى حسن أخرج الكرة إلى ركنية لمصلحة نادي القرمة.
الحكم هل هناك يتأكد من سلامة اللقطة، يتأكد بعدم وجود شيء بانتظار حكام غرفة الفار. ماذا سوف يقولون له؟ ما هي الرسالة التي سوف يرسلونها لمحمد صادق حول اللقطة الأخيرة؟ هل كان هناك شيء؟ نعم، التأكد من اللقطة ما بين أيمن محمود وعلاء الدين الدالي. لا وجود لشيء. نعم، تشيك كومبليت، نو بنالتي، ركنية الآن تلعب للفريق القربة، وصلت هناك لآلان محي الدين. آلان محي الدين يلعب الكرة العالية إلى الخارج، إلى الخارج، لكن لمست لاعب نادي ديالا، وإلى ركنية من الجهة الأخرى، وركنية من الجهة الأخرى. يضغط الآن فريق القرمة عن طريق الركلات الركنية، عن طريق الركلات الثابتة. يحاول فريق القرمة أن يأتي بالهدف عن طريق الركلات الثابتة، لكن الإبعاد. دفاعات ديالا يقظة ومركزة تركيز قوي. البحث الآن على الهجوم المرتد. يحاول الآن صديق جمال بعمل هجمة المرتدة، يمرر الكرة، تعثر لاعب فريق ديالا، لكن وصلت إلى مقتدى حسن يحاول المرور، ومقتدى، وهناك خطأ لمصلحة مقتدى حسن، لاعب نشيط جدا على جهة اليمين. هذا هو هيرنلسون كارمو الذي طبعا تسبب الخطأ على اللاعب مقتدى. هذه اللقطة كانت لمسة يد، لا وجود لمسة اليد. كرة اصطدت بمقتدى حسن في جسم مقتدى حسن، وبالتالي لا وجود للخطأ. أيمن محمود يلعب الكرة العالية باتجاه علام حسين أو حسين يونس. هنا الرأسية من حسين يونس تصل سهلة للحارس محمد حميد. هذا هو آلان محي الدين مدافع اليمين. ريتشارد كاساغا إلى جيفرسون. فريق القرمة لم نشاهد أنياب الهجومية، لم نشاهد قوة الهجومية، وخاصة بوجود كامارو، محمد عدنان، ومؤمل عبد الرضا، وعلاء الدين الدالي. الرباعي المقدمة لم نشاهد تلك الهجمات والفرص الخطيرة. خطأ الآن لمصلحة نادي القرمة. خطأ لمصلحة نادي القرمة. الآن محي الدين اللي هو من ينفذ الخطأ. كرة الآن لمصلحة نادي القرمة، منع على التنفيذ. الآن يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء، تترك إلى الخارج إلى ركلة مرمى. نعم، ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالا. يعني 60 دقيقة مرت، ولغاية الآن المباراة ليست بتلك المباراة الكبيرة ما بين الفريقين. عدم وجود فرص، وطبعا فرص للتسجيل دائما. يعني الكرات مقطوعة في وسط الملعب. نحتاج إلى هدف من أجل المباراة تذهب بمنعطف آخر، مباراة يكون أداء الفني أعلى. لغاية الآن المباراة ليست بذلك المستوى الفني الكبير. يحاول، نعم هناك محاولات، لكن الفرص قليلة وشحيحة. خطأ لمصطفى مؤيد، خطأ لمصلحة نادي ديالا. شاهدنا أخطاء كثيرة. الآن التبديل لمن؟ لديالا أم للقرمة؟ تبديل لديالا أم للقرمة؟ شاهد اللقطة والدخول القوي كان من آلان محي الدين على مصطفى مؤيد. خروج علاء الدالي، نعم لم نشاهد علاء الدالي، ودخول اللاعب جون اوكلي النيجيري
27 سنة بديلا جون أوكلي. يدخل الآن بديلا لعلاء الدالي. هل يأتي بالجديد أوكلي؟ كرة الآن تلعب عالية، هنا الرأسية وسهلة لمحمد حبيب. رأسية من صفاقسي وصلت سهلة. كرة الآن طالت على اللاعب أيضا منتظر عبد الأمير، أيضا دخل. هذا هو منتظر عبد الأمير بديلا لمن؟ منتظر عبد الأمير. هل بديلا لمحمد عدنان أم لمؤمل عبد الرضا؟ مجهود كبير لمقتدى حسن واضح بالصورة. أيمن محمود، تلعب رمية جانبية، هنا الرأسية، يحاول الآن المرور. مار عدى صفاقسي داخل منطقة الجزاء. هيا الكرة للتصويبة، يا الله كرة خطيرة. العارضة تقف مع أهل الأرض، العارضة تقف مع محمد حميد وتمنع هذا اللاعب البديل اللاعب مرتضى حسن. كاد أن يأتي بأول أهداف اللقاء، لكن العارضة كانت سدا أمام مرتضى حسن، منعت مرتضى من تسجيل الهدف الأول لمصلحة نادي ديالا. كرة خطيرة من كانت من صفاقسي، وهي الكرة لكن الحلو لم يكمل في هذه اللقطة. مرتضى حسن سدد بالعارضة الآن في وسط الملعب لمصلحة أومورو قطعت الكرة، عادت من جديد من أمام منتظر عبد الأمير. مقتدى حسن قطع الكرة، يحاول فريق ديالا. صفاقسي يمرر إلى من؟ إلى علام حسن، وهناك خطأ. لا وجود الخطأ، الحكم يعطى الاستمرارية. لا وجود الخطأ، أيضا كرات مقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. عادت من جديد لمصلحة نادي القرمة، قطعت من شهاب رزاق يمرر الكرة هناك لمصلحة من؟ لمؤمل. منتظر عبد الأمير دخل بديلا للاعب محمد عدنان. كرة الآن لمصلحة نادي القرمة، يحاول مؤمل. تأتي الكرة إلى دي كارمو، قطعت الكرة، عادت لمصلحة نادي ديالا. يحاول نادي ديالا بالهجوم المرتد، لكن أيضا هناك قطع للكرة، والأحد لاعبي نادي القرمة ساقط على أرضية ملعب بالسلامة. الحكم كان قريب ويقول لا وجود للخطأ. بالسلام لشهاب رزاق. وأيضا صفاقسي يعاني من إصابة. اللاعب أيمن صفاقسي التونسي أيضا يعاني من إصابة بعد اللقطة. أنس مالك والكرة مع شهاب رزاق. وهنا أيضا الكرات المشتركة ما بين اللاعب مرتضى حسن. شاهد تدخلات قوية حلوة من مخرج اللقاء، يعني يبين مدى الاندفاعات البدنية داخل الملعب. أيمن صفاقسي، مدينة صفاقس المدينة الجميلة في تونس. محمد صادق يطلب باستمرارية المباراة والعودة من جديد. 65 دقيقة مرت أحبتي المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن. هنا دخول قوي من محمود خضير بالسلامة لأمين صفاقسي في هذه الكرة مع محمود خضير مدافع اليسار في مباراة اليوم بغياب حسن عاشور للإصابة. شاهدنا اللقطة ما بين أمين صفاقسي ومحمود خضير، دخول قوي. شاهد اللقطة. خطأ الآن أيمن محمود على لعب الخطأ. أيمن يلعب الكرة العالية، سيان يونس دعية الكرة، يحاول تمريرة أمامية من آلان محي الدين. أوكلي لم يسيطر على الكرة إلى الخارج، رمية جانبية. جون أوكلي النيجيري، تبديل لمصلحة نادي ديالا. دخول عبد المجيد صبارة اللاعب اليمني، وخروج أيمن صفاقسي. عبد المجيد صبارة الذي تألق في بطولة كأس الخليج الأخيرة هناك في الكويت مع المنتخب اليمني، أتى لفريق ديالا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
يدخل الآن اليمني عبد المجيد صبارة، مركز بمركز، أيضا هو لاعب جناح تونسي. قدم كرة جميلة لمرتضى حسن لكن العارضة. كرة الآن لجيفرسون، جيفرسون يلعب الكرة إلى كاساغا، كاساغا الآن محي الدين لمصلحة فريق القرمة، قرمة أكثر حيازة أكثر استحواذ، لكن الخطورة كل الخطورة لمصلحة ديالى. شاهدنا كرة حسين يونس وشاهدنا كرة مرتضى حسن، واحدة أبعدها محمد حميد والأخرى العارضة أبعدتها. جيفرسون يلعب الكرة العالية باتجاه جون أوكلي، أوكلي استلام الكرة بالصدر، حاول يسيطر على الكرة، نعم سيطر على الكرة، يمرر في الوسط إلى شاب رزاق، رسية شاب رزاق إلى كاساغا، كاساغا الآن محي الدين لمحاولة هناك من جهة اليمين، يحاول مؤمل عبد الرضا لكن صديق جمال يقدم مباراة كبيرة. صديق جمال دفاعات ديالى اليوم في أفضل أحوالها. كرة الآن لكاساغا، جيفرسون، جيفرسون يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية سهلة لوسام محمد. سهلة لوسام محمد، الكرة العالية وقطعت، عادت مصلحة لاعبي نادي القرمة. بالسلام لحسين يونس، ملقى على أرضية الملعب. اللقطة المشتركة ما بينه وما بين جيفرسون. أحمد خلف ظن ترقب محمد حميد ووسام محمد. طبعا الكلام ما بين حراس المرمى يرتدون نفس الزي تقريبا، الألوان الخضراء. عبد الأمير اللي دخل خلال أحداث الشوط الثاني. يوسف أومارا غائب تماما، لم نشاهد خطورة أومارا لاعب منتخب النيجر. هنا اللقطة بالسلام لحسين يونس، لقطة صعبة جدا. 70 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة إعلام العراق، والتعادل السلبي لغاية الآن. البرتقاليان القرمة وديالى، صخور الغربية ومدينة البرتقال. مباراة مثل ما ذكرت صعبة على الفريقين، أهم مباراة ما بين الفريقين هي في الموسم الماضي في دوري الدرجة الممتازة. المباراة النهائية التي فاز بها فريق ديالى بفارق ركلات جزاء ترجيحية، التعادل هدفين. مباراة الذهاب أيضا انتهت بالتعادل السلبي، ولغاية الآن هذه المباراة الثالثة ما بين الفريقين أيضا تعادل سلبي. متى تكسر سلسلة التعادلات ما بين الفريقين؟ خطأ الآن لمصلحة نادي ديالى. وسام محمد يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية وهيرنرسون قطع الكرة، يمرر محمود خضير. محمود خضير تمريرة أمامية إلى جون أوكلي، أوكلي لمحمود خضير أمامية، قطعت الكرة عادت لعبد المجيد صبارة. عبد المجيد صبارة يحاول لعب الكرة لكن قطع محمود خضير، عادت مجددا جيفرسون إلى أوكلي، أوكلي إلى كارمو، كارمو تمريرات قصيرة جميلة، أومارو إلى أوكلي. أفسدت المتعة يا أوكلي بهذا الاستلام، هذا الاستلام ليس لاعب محترف يا أوكلي. يعني تمريرات قصيرة جميلة كانت ما بين لاعبين نادي القرمة، لكن أوكلي والاستلام الغير جيد. يا من الزلفاني
وأحمد خلف دائما التواجد بالقرب من المنطقة الفنية. شاب رزاق أمامي باتجاه هوكلي، التغطية موجودة من علي خالد. علي خالد إلى وسام محمد يغير اللعب هناك في جهة اليسار اتجاه مصطفى مؤيد، لكن صعب على مصطفى مؤيد إلى الخارج. رمية جانبية، تلعب الرمية الجانبية، وصلت الآن إلى أومارو يلعب الكرة والإبعاد، واصطدت بصديق جمال، وإلى الخارج. ركنية دربكة دفاعية ما بين علي خالد وصديق جمال كادت أن تسبب بمشكلة على هذا الحارس وعلى المرمى. 6 ركلات ركنية لمصلحة نادي القرمة مقابل ركنيتين فقط لنادي الديالى. ركنية لمصلحة نادي القرمة، هل تأتي بشيء جديد؟ تعددت الركنيات وما زال الهدف لم يأتي. تلعب الكرة العالية، وصلت إلى محمود خضير بالقرب من مؤمل عبد الرضا. محمود خضير من جديد يمرر إلى كارمو يغير اللعب هناك باتجاه منتظر إلى كازاخا إلى محي الدين إلى منتظر، يحاول منتظر، الكرة لم تخرج، ما زالت أومارا يمرر الكرة، وصلها جيفرسون، تصويبة من جيفرسون دوس سانتوس البرازيلي، لكن وسام محمد كان على الموعد وتصدى للكرة. شاهد جيفرسون لف ودار وصوب، لكن تصويبته لم تكن بتلك القوة، ووسام محمد يمسكها بصورة جميلة، ولتبقى النتيجة على حالها. التعادل السلبي ما بين الفريقين بانتظار الربع ساعة الأخيرة. هل هناك هدف هنا أم هناك؟ هل هناك هدف لبرتقال القرمة أم لبرتقال ديالى؟ وما زال التعادل هنا بطاقة صفراء على حسين يونس، أول بطاقة صفراء على فريق ديالى. لا أعرف هل مصطفى مؤيد تحصل على بطاقة صفراء في اللقطة المشتركة التي كانت مع شهاب رزاق في الشوط الأول. هنا أيضا الكرة كانت مع شهاب رزاق من حسين يونس، وبطاقة صفراء وعلام حسن. محمد حميد يطلب منه محمد حميد النهوض. خطلان لمصلحة نادي القرمة، ربع ساعة أخيرة على نهاية اللقاء. أيضا التأكد هل اللقطة تحتاج إلى بطاقة حمراء أم يكتفي بالبطاقة الصفراء بعد دخول حسين يونس على شهاب رزاق. كثيرة هي الحالات التي احتاجت إلى طبعا تدخل الفار. بانتظار الحالة لا وجود البطاقة الحمراء، يكتفي الحكم بالبطاقة الصفراء. تلعب الكرة لمحمود خضير. محمود خضير سيطر على الكرة قبل أن تخرج، يضغط عليه طبعا اللاعب البديل مرتضى. وصلت إلى كارمو إلى جيفرسون. شاب رزاق، كاساغا يضغط فريق القرمة الآن. تلعب من كاساغا، وصلت إلى منتظر عبد الأمير يحاول المرور، يلعب الكرة داخل المنطقة لكن قطعت وأبعدت من لاعبي نادي ديالى. عادت إلى جيفرسون، يترك إلى الخارج، رمية جانبية، وهنا تبديل دخول اللاعب محمود خليل بديلا لمن؟ بديلا لآلان محي الدين. إخراج مدافع ودخول لاعب مهاجم. أحمد خلف بدأ يرمي بأوراقه الهجومية من أجل تغيير في النتيجة، من أجل تسجيل هدف والنقاط الثلاثة. أكيد هكذا مباريات الهدف يعني يكون صعب تسجيله، لكن تبقى كرة القدم أم المفاجآت. مصطفى مؤيد، أحمد خلف يعني واضح تماما بهذا التبديل يبحث عن النقاط الثلاث. محمد حميد وإبعاد للكرة. محمد حميد كرة العالية إلى الخارج إلى رمية جانبية. محمد حميد كابتن وقائد الفريق
وطبعا ابن محافظة الأنبار، عاد يمثل هذه المحافظة عن طريق فريق القرمة. كرة الآن قطعت وابعدت، جون اوكلي يضغط على ايمن محمود، محمود وابعاد، هنا رأسية صديق مرة أخرى، صديق وابعاد للكرات. مباراة كبيرة لصديق جمال، مباراة كبيرة لصديق جمال، أبعد الكثير والعديد من الكرات بصورة عامة. يعني الدفاع ديالا اليوم في مباراة كبيرة، يعني عكس المباراة السابقة. دفاعات ديالا كانت دفاعات ضعيفة ومهزوزة تماما، تلقت العديد من الأهداف بأخطاء ساذجة وبدائية. كرة الآن قطعت، محمود خضير يحاول لكن ضغط وقطع الكرة، عادت من جديد لمصلحة يوسف أومارة، أومارة لشاب رزاق، شاب رزاق تمريرة إلى محمود خليل لكن قطعت من دفاعات ديالا، البحث عن الهجوم المرتد، وهناك خطأ لمصلحة حسين يونس، لمصلحة نادي الديالا. هل يبقى التعادل السلبي حاضر؟ شاهد اللقطة ما بين شاب رزاق وحسين يونس. المجيد سبارة اللاعب اليماني دخل بديلا لأيمن صفاقسي. مقتدى حسن على لعب الرمية الجانبية، مقتدى يلعب الرمية الجانبية، يحاول فريق ديالا تمريرات، وصلت لها مقتدى من جديد، مقتدى يمرر الكرة، تغيير اللعب هناك لجهة اليسار لمصطفى مؤيد، مصطفى مؤيد يلعب الكرة أقرب لمحمد حميد، أقرب لمحمد حميد، محمد حميد بيده لمنتصف الملعب، محمود خليل لأومارو لكن أيضا تغطية موجودة من علي خالد، تغطية علي خالد، عادت في وسط الملعب لمنتظر، منتظر لأوكلي، أوكلي إلى أومارو، أومارو الخطير، وهنا محمود خليل البديل، تصويبة يا الله، كود البديل محمود خليل أن يسجل الهدف الأول للقرمة، لكن اصطدم بتألق هذا الحارس وسام محمد. شاهد الكرة الخطيرة، سرعة بنقل الكرات، وصلت إلى محمود خليل الذي صوب بيسراه، لكن وسام محمد رفض أن تدخل هذه الكرة إلى مرماه، وأبعدها إلى ركلة ركنية. شاهد وسام محمد تلعب ركلة ركنية، وإبعاد آخر من وسام محمد إلى ركنية أخرى. تعددت الركنيات لمصلحة نادي القرمة بحثا عن الهدف، بحثا عن هدف الفوز. وعشر دقائق أخيرة، 10 دقائق أخيرة على نهاية 90 دقيقة. الركنية رقم 8 لمصلحة نادي القرمة، يضغط القرماوي الآن، يبحث عن هدف، يبحث عن هدف. تلعب الكرة العالية، هنا الرأسية والمحاولة والإبعاد من الدفاعات، إبعاد من دفاعات ديالا التي قدمت مباراة كبيرة. نعم تركيز كبير من دفاعات ديالا، ولكن الدفاع لا يكفي لفريق ديالا، يجب أيضا أن يبادر للهجوم من أجل كسب الثلاث نقاط. يعرف تماما يعني هو في المركز 19 والأمور صعبة، مهدد بالهبوط. يحاول فريق ديالا أن يجمع النقاط، نقطة هنا نقطة من هناك، من أجل على الأقل الابتعاد عن المركز 19، الابتعاد عن مراكز الهبوط والوصول إلى مراكز تفادي الهبوط. نعم نعرف يعني آلية الهبوط في دوري نجوم العراق، صاحبي المركز الأخير رقم 20 ورقم 19 يهبطان إلى دور الدرجة الممتازة، وصاحبي المركز 17 18 يلعبان مباراة تفادي الهبوط، والفاز منهم يبقى في دوري نجوم العراق، والخاسر يلعب مع ثالث الدوري الدرجة الممتازة. وبالتالي الفائز طبعا يلعب في دوري نجوم العراق، والخاسر يلعب في دوري الدرجة الممتازة. يعني بصراحة آلية فيها نوع من التعقيد بالنسبة للليغا، يعني هي هذه الآلية لا تطبق في الدوري الإسباني، لماذا يتم تطبيقها في الدوري العراقي؟ نعم فيها نوع من التعقيد، لكن أيضا فيها نوع من المتعة، نوع من الإثارة. وهنا الإثارة داخل منطقة الجزاء، لكن وسام محمد موجود وقطع ومسك الكرة قبل أن تصل
إلى محمود خليل. نعم، آلية الهبوط فيها نوع من التعقيد، لكن أيضا فيها نوع من الإثارة والمنافسة. كرة الآن عالية بالرأس والإبعاد، كارمو إلى محمود خضير، منتظر عبد الأمير، مقتدى حسن قاطع الكرة من أمام منتظر، مقتدى يحاول المرور، مقتدى مر من الأول والثاني ولا وجود للخطأ. عادت لمصلحة نادي القرمة، يحاول أومورو لكن أيضا قطع الكرة باندفاع كبير من صديق جمال. هنا التمريرة على محسن، تصويبة لكن محمد حميد مسك الكرة. تسديدة على محسن لم تكن بتلك القوة الكافية، أو هكذا تسديدات لا تمر على محمد حميد، لا تدخل شباك محمد حميد لتبقى النتيجة التعادل السلبي. هل هناك هدف لأحد البرتقاليين؟ هل هناك هدف لبرتقالي ديالا أو لبرتقالي لامبور؟ صعبة جدا المباراة الآن، الهدف صعب تعويضه. الهدف الآن عنوانها الثلاث نقاط. هنا راسية صديق جمال والإبعاد، عادت إلى مصطفى مؤيد تمريرة أمامية، قطعت، عادت من جديد لمصلحة نادي القرمة الذي يضغط الآن من أجل الهدف. هنا محاولة المرور لكن قطعت أيضا من صديق جمال قطع الماء والهواء والكهرباء على لاعبي نادي القرمة في هذا اللقاء لغاية الآن. أتكلم لغاية الآن، نعرف المدافع من المحتمل أن يخطأ، لكن هنا التمريرة يحاول عبد المجيد صبارة لكن قطعت من المدافع كازاغا. عادت من جديد مرتضى حسن، تمريرة هناك إلى رمية جانبية على محسن، يقول كنت في موقف التسلل وبالتالي لم استلم الكرة. الكرة الآن يحاول جيفرسون، أمامية من جيفرسون لأوكلي. هل كان متسلل لأوكلي؟ لم يكن متسلل، يلعب الكرة العرضية ما زالت داخل المنطقة والخطورة. ماذا تفعل النيجيري؟ نعم، كان في موقف تسلل منذ الحالة الأولى. نعم، متسلل حسب إشارة الحكم صفد صباح الحكم المساعد الأول. شاهد هنا اللقطة، جون أوكلي، نعم متسلل متقدم على ثاني آخر مدافع ببعض السنتيمترات، وبالتالي راية وتسلل على النيجيري أوكلي. ضربة حرة غير مباشرة، 5 دقائق أخيرة على نهاية 90 دقيقة. هل هناك هدف في هذا اللقاء؟ لا أعرف، يعني لدي شعور يقول هناك هدف، لكن لمن؟ الله أعلم. هنا الرأسية من شاب رزاق والإبعاد من مرتضى أو من أنس، عادت لمصلحة فريق القرمة. تمريرة لأوكلي مع الكرة، يهيئها لمحمود خليل. الكرة العالية والإبعاد من التونسي أيمن محمود، عادت لعلام حسين يحاول المرور لكن قطعت من محمود. تمريرة هناك في جهة اليمين ولعب الكرة مؤمل عبد الرضا باتجاه من منتظر عبد الأمير. سهلة لوسام محمد، سهلة للحارس وسام محمد. تلعب الكرة الطويلة من وسام محمد، راسية جيفرسون، مقتدى حسن، تمريرة أمامية أقرب لمحمد حميد، يلعبها بيده إلى كازاغا، ريتشارد كازاغا إلى شاب رزاق، جيفرسون، تمرير الكرات القصيرة. هنا وصلت لمحمود خضير، مع الكرة محمود يلعب الكرة إلى أومارو من أمام أيمن محمود. أومارو يحاول المرور لكن الغلبة للتونسي على حساب لاعب النيجر. وهنا أومارو يلحق بالكرة وركلة مرمى. نعم، آخر من لمس الكرة هذا الأومارو يوسف إلى ركلة مرمى
لمصلحة نادي ديالى. شاهد الكرة الأخيرة ما بين مقتدى حسن ويوسف أومورا. خط دفاع ديالى قدم مباراة كبيرة، ومن ضمنهم هذا اللاعب مقتدى حسن. ركلة مرمى تلعب من وسام محمد، كرة عالية الرأسية الابعاد من جيفرسون. أومورا يسيطر على الكرة والابعاد من علي خالد. شاب رزاق بالرأس باتجاه منتظر عبد الأمير، لكن تترك إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية ومحمود خضير. أيمن محمود، شيء جميل لجماهير القرمة، لم تتوقف عن التشجيع، لم تتوقف عن دعم فريقها خلال دقائق المباراة التي نصل إلى الدقيقة 89. نعم، تبديل لمصلحة فريق ديالى. علي السجاد صباح القادم من نفط البصرة بديلا لمن؟ بديلا لحسين يونس. تبديل مركز بمركز بالنسبة لفريق ديالى. ليامن الزلفاني المدرب التونسي، رجع حسين يونس ودخول علي السجاد صباح. رمية جانبية لمصلحة نادي ديالى. مقتدى يلعب الرمية الجانبية، يحاول اللاعب عبد المجيد صبارة، وهناك خطأ على عبد المجيد صبارة، خطأ على اللاعب اليمني عبد المجيد صبارة. محمود خضير يترك الكرة لجيفرسون، تلعب الكرة من جيفرسون إلى محمد حميد. كازاغا يلعب الكرة، كازاغا جيفرسون البرازيلي يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء. هنا رأسية من محمود خليل، مرت وعدت وذهبت إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالى. بالسلامة لمحمود خليل بعد الكرة المشتركة الأخيرة. حاول اللاعب البديل طبعا يعني سدد كرة كانت خطيرة جدا، خطيرة جدا. الكرة الآن قطعت مصلحة نادي ديالى. هنا تمريرة أمامية، يحاول فريق ديالى. علي السجاد يمرر إلى علام حيسن، لكن كازاغا موجود في التغطية. ماذا تفعل محمد حميد؟ تمريرات قصيرة لمصلحة نادي القرمة. لاعب بالنار من لاعبي نادي القرمة. خلاص 90 دقيقة انتهت، كم سوف يضيف محمد صادق حكم هذا اللقاء؟ هنا التمريرة يوسف أومورا الخطير. يا الله على ابعاد الكرة، يا الله على ابعاد الكرة من مدافع فريق ديالى. هل كان علي خالد الذي ابعد الكرة من امام يوسف أومورا؟ اي ابعاد من هذا الخطير، من هذا لاعب النيجر. كرة كانت يعني شاد. نعم علي خالد، نعم علي خالد. يا الله يا الله على الانقضاض وفي توقيت مناسب جميل من علي خالد. لقطة جميلة من علي خالد تؤكد تألق دفاعات فريق ديالى في هذا اللقاء أمام نادي القرمة. لا وجود لأي خطأ، لكن حكم اللقاء يتأكد هل هذه اللقطة تستحق البطاقة الحمراء. علي خالد أبعد الكرة، لكن أكيد يريد أن يتأكد الحكم من اللقطة. لكن يعني حسب اللقطة التي شاهدناها علي خالد لعب على الكرة ولم يلعب على اللاعب، لكن يبقى الحكم هو صاحب القرار الأول والأخير. نعم لا وجود للخطأ، اللقطة واضحة تماما لا تحتاج إلى فار، لكن الحكم يبقى يتأكد. تلعب رمية جانبية، محمود خضير داخل منطقة، وهنا الرأسية والإبعاد عادت إلى محمود خضير يحاول المرور
مار محمود، عدى محمود لكن قطعت من مقتدى. تلعب الكرة عبد المجيد صبارة، عبد المجيد إلى علام حسن من أمام كاساغا يلعبها إلى مؤمل عبد الرضا الذي يلعب كمدافع يمين بعد خروج الآن محي الدين. هنا الرأسية من أيمن محمود، رأسية أخرى والإبعاد. يحاول فريق القرمة في الدقائق الأخيرة لكن أيضا دفاعات ديالا ما زالت صامدة أمام هجمات وضغط فريق القرمة. ويحاول الآن مصطفى مؤيد أن يمر، قطعت من مؤمل يلعبها إلى هنرسون. الدقيقة الثالثة الآن من الوقت المضاف على أحداث الشوط الثاني. تلعب الكرة من جيفرسون إلى محمود خليل لكن صعبوا على محمود خليل إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالا. ركلة مرمى، هذا هو محمود خليل اللاعب البديل الذي دخل في الشوط الثاني. يعني القرمة بهذه النقطة سوف يصبح في المركز السابع برصيد 35 نقطة متفوقا على دهوك، إلا إذا كان هناك كلام آخر في هذه الهجمة. لكن قطعت أيضا من علي خالد، يلعب الكرة الأمامية بينما ديالا سوف يصل النقطة 15 بنفس المركز، في المركز 19 بانتظار مباراة النجف والحدود. إذا ما فاز الحدود سوف يذهب إلى المركز 19. في حال فوز الحدود سوف يصبح 16 نقطة والديالا 15 نقطة. تنافس على مراكز الهبوط ما بين نفط البصرة وكربلاء وديالا والحدود، وبصورة أقل الميناء. تكلم عن الفرق المهددة بالهبوط لكن ما زال هناك طبعا تكلم عن 13 جولة متبقية، 4 دقائق مرت من الوقت المضاف، متبقي دقيقة واحدة. أيضا سوف يضيف تلعب الكرة، قطعت، تلعب الكرة العالية تجاه جون أوكلي، وهنا الإبعاد من مقتدى حسن ووسام محمد. هو وسام محمد شاهد اللقطة وإبعاد الكرة من مقتدى حسن من أمام جون أوكلي. كرة الآن، كرة الخطيرة، يا الله ماذا ضعت يا مرتضى حسن، ماذا ضعت يا مرتضى حسن. شاهد حسرة يا من الزلفاني، شاهد حسرة يا من الزلفاني. لعب الكرة وخطأ من دفاعات فريق القرمة. شاهد نعم، عدم تمركز من دفاعات نادي القرمة. نجح اللاعب بخطف الكرة لكن لم يكتمل هذا النجاح بلعب الكرة العالية. هنا الآن تمريرة مقتدى حسن، طالت على مقتدى وإلى الخارج إلى رمية جانبية. هل تنتهي المباراة بالتعادل السلبي؟ هل تنتهي حبايب ما بين الفريقين وإعادة نفس النتيجة؟ وهنا بطاقة حمراء على من؟ بطاقة حمراء على من؟ هل على يمن الزلفاني أم على أحد؟ لا أعرف على من البطاقة، لم نشاهد على ما أعتقد على أحد أعضاء الكادر التدريبي. نعم، بطاقة حمراء. تلعب رمية جانبية، مصلحة نادي القرمة الكرة العالية هنا الرأسية. يحاول الآن مصطفى مؤيد لكن أيضا قطعت الكرة لمصلحة نادي القرمة. الآن إبعاد من علي خالد،
نعم أعطى وقت مضاف فوق. وهنا الحكم محمد صادق ينهي أحداث هذا اللقاء بالتعادل السلبي ما بين ناديي القرمة وديالى حباب ما بين الفريقين، ونفس نتيجة الذهاب أن طبعا التي كانت أيضا تعادل سلبي، نفس النتيجة تكررت في مباراة الإياب. في الختام تقبلوا تحية معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.